استفد من جهود الآخرين، لكن احتفظ لنفسك بالتقدير. القانون السابع من قوانين بناء شخصية الطالب. شوفوا قلبي طلاب، انت هسه من تدرس وحدك، لو تحتاج هواي يساعدك، لا تحتاج مدرس، تحتاج ملازم، تحتاج أصدقاء. هنا النقطة ركز بيها. دائما حاول تكون قائد. تعرف شنو معنى قائد؟ انه تسخر الآخرين كلهم بخدمتك. هي مو أنانية، لا. استفيد من المدرس، استفيد من الواجب، استفيد من الملزمة. مثلا سؤال ما عرفته، تعرف من الطلاب الذكي اللي وياك، تقول له تقدر تحلي هذا السؤال. منو راح يستفاد؟ انت. من يمتحنون جماعتك، تقول لهم ما يخالف اشوف اسئلتكم وبشنو غلطتوا، بعد التطوير، بعد قوة الشخصية. تخلي الكل يساعدك، فالفضل كله يعود إليك. فراح تكون أذكى وأسرع. بدل ما تمتحن امتحان واحد، كلهم راح يمتحنون ويقدموا لك نصائح مجانية إذا كنت شخص يستحق التقدير. اليوم محاضرتنا الثانية من الفصل راح نتكلم عن آي مرفوع القوة. من البداية خلي ببالك الفكرة من الدرس، شلون نميز إذا كانت آي القوة مالتها موجب وإذا كانت آي القوة مالتها سالب. شلون نميز بيناتهم؟ هي هاي لبة الموضوع. الأسة موجب من هسه راح أقول لك بالقسمة المطولة نحله، والأسة سالب راح نحله بالمضاعفات. ركزوا بالمحاضرة وحاولوا تعيدوها أكثر من مرة، لأن هي بها شرح حقيقي لمادة السادس. يلا قلبي، خلينا نكون أبطال ونستفيد من المحاضرة. اي قلبي طلاب، نبدي من وين انتهينا بذاك الدرس. انتهينا وعرفنا انه اصل اي هو جذر سالب واحد. اهم شيء تعرفون بهاي المحاضرة الثانية انه هاي البداية شرح غير مطلوب. هاي توضيح برمجة فكرية شلون دا تصير القيم. موضوعنا اليوم اسمه قوة اي، يعني اي تربيع اي تكعيب. هاي الارقام اللي فوق هاي شلون نعالجها. خلينا نشوف تربيع الطرفين ايش ينطيني. تربيع الاي، هاي تربيع، انا راح اربع هاي الجهة، اربع هاي الجهة، تربيع الطرفين. تصير اي تربيع بعد قد سهلة تساوي، يروح الجذر بس سالب واحد. مثل ما تدرون التربيع يروح الجذر. نرجع نعيد العملية بتربيع الطرفين. إذا صار عندي قيمة للحفظ، اي تربيع شو تساوي؟ سالب واحد. كل ما أشوف اي تربيع بالكتاب بسوي سالب واحد. تربيع الطرفين أجين. تربيع التربيع صار 4. تربيع السالب واحد يصير موجب واحد. بس ركز وياي ايش قد سهلة. أول تربيع نشيل الجذر، وثاني تربيع نشيل السالب. التربيع الأول يلغي الجذر، والتربيع الثاني يشيل السالب، يصير عندي سالب واحد وموجب واحد. ذني قيم لازم نعرفهن. هسه أقول لك شنو المطلوب منك. بقى آي تكعيب بيناتهم. آي تكعيب هي آي تربيع في آي عادية أس واحد. مو عند الضرب تجمع الأسس، فهي 3 أسوي 2 بواحد. أعيدها. آي تكعيب هي آي تربيع في آي أس واحد. الآي تربيع عندي قيمتها يا سالب واحد. آي تكعيب تنزل سالب واحد في آي، يعني شنو سالب آي. هاي سالب واحد في آي يعني سالب واحد آي. الواحد ما ينكتب يعني سالب آي. هذا توضيح. شنو المطلوب منك؟ بسم الله. آي أس صفر واحد. فهم. أي شي أسه يساوي أسه صفر يساوي واحد.
يعني بالرياضيات أي شيء أسه صفر، يعني إكس آي واي إي أي شيء أسه صفر واحد بالرياضيات. قانون أي شيء أسه صفر واحد، يعني هاي فهم. آي أس واحد تبقى آي أي شيء أسه واحد نفسه، ما نغيره. أي شيء أسه واحد نفسه، يعني إكس أس واحد إكس، اثنين أس واحد اثنين، آي أس واحد آي، أي شيء أسه واحد يبقى نفسه. آي تربيع، هاي نكتبها بلون مميز، سالب واحد. آي تكعيب سالب آي. آي أس أربعة هم واحد، مو ذيك الأهمية، بس ذني مهمات. واحد يقول أستاذ فراس دا يحفظنا، لا حبيبي، شرحتها شلون صارت الآي تربيع سالب واحد، والآي تكعيب شلون صارت سالب آي شرحتها، بعدين قلت لك احفظها. بسم الله، درسنا اليوم يبلش من معرفة الجدول الأول. آي أس صفر واحد، آي أس أربعة واحد، لين صارت دورة كاملة أشرحها هندسيا. شوف تونس، هنا أنا واحد، هنا سالب واحد، أكيد هنا أنا آي، هنا سالب آي. نبدي آي أس صفر شي يساوي واحد، آي أس واحد شي يساوي آي، آي تربيع شي يساوي سالب واحد، آي تكعيب شي يساوي سالب آي، يرجع آي أس أربعة، تكتمل الدورة شي يرجع واحد. إذن آي أس صفر وآي أس أربعة مضاعفات عدد أربعة كلها تساوي واحد. شوف ايش قد حلو، هاي علميا شلون ما تحفظه حفظه. أنا أريد منك إنه الموضوع يطول بيدك 3 ثواني. آي أس صفر واحد، آي أس واحد آي تربيع سالب واحد، آي تكعيب سالب آي، آي تكعيب سالب آي تربيع سالب واحد، آي تساوي آي وآي أس صفر واحد. يلا حبيبي، يلا عيوني، آي صفر، آي واحد آي تربيع سالب واحد، آي تكعيب سالب آي تكعيب سالب آي تكعيب سالب آي تربيع سالب واحد. دني المهمات. آي أس صفر واحد أي شيء أس صفر واحد، وآي أس واحد تبقى آي لين الواحد ما يأثر. آي تربيع سالب واحد، آي تكعيب سالب آي تربيع سالب واحد، آي تكعيب سالب آي، كل زوجي واحد، كل فردي آي مع اختلاف الإشارة. هذا المطلب الأول اللي مطلوب من عندك حتى تقدر تستوعب المحاضرة الثانية من منهج السادس العلمي. شنو المطلوب منك؟ تكتب ذني بورقة هاي الصغيرة، تلزقها بوجهك وتباوع عليها دائما، أو تصورهم وتخليهم صورة تليفون حتى كل ما تفتح تليفونك تراجعهم. بسم الله. الحالة الأولى آي أسه عدد موجب، نفصلهم. آي أس عدد موجب، البرمجة الفكرية. أولاً قسم الأس على 4 دائماً. هسه واحد يقول ايش معنى رقم 4؟ يعني لين واحد. ناخذ مثال ونطبق عليه. عندي آي أس 5، أنا ما أقدر أحفظهن كلهن، أنت تحفظ لي ال4. 5 66 77 80 90 مليون، هذني أنت تستنتجهن مو تحفظهن. أول شيء يقول قسم الأس على 4 دائما. هذا ال5 هذا اسمه أس، والآي أساس. هذا الرقم اللي يجي بالسؤال دائما نقسمه قسمة مطولة على 4.
السؤال دائما 4. السؤال رقم السؤال وهنا دائما 4. 5 كم 4 1. 1 في 4 4. هذا الباقي. هذا الناتج. ركز. 2 أخذ الباقي مو الناتج ليصبح أس آي. الآي تنزل. هاي الآي تنزل. بدل 5 نكتب الباقي مو نكتب الناتج. صدفة تساووا. آي أس 1. 3 الناتج من الجدول. الجدول يقول آي أس 1 آي. هيك نحله. قسم على 4 تاخذ الباقي تخليه فوق آي وتوجد ناتج من الجدول. واحد قال وإذا الباقي طلع 5؟ قسمتك غلط. ما دام تقسم على 4 لازم يطلع أقل من 4. ملاحظة. لازم الباقي أقل من 4. ما عندنا باقي لأن دا قسم على 4 عشان يبقى 5. ما يصير. لازم الباقي من تقسم على 4 بالقسمة لازم الباقي أقل من 4. صعب. زين راح يديلكم يفد 20 مرة. والله ومرة واحدة كافي. بعد آي والستة. السؤال دائما 4. 6 كم 4 1. 1 في 4 4. نطرح 2. أنزل الآي والستة شو تصير؟ تصير الباقي. بس هيجي. ويساوي آي تربيع شو تساوي؟ -1. للجدول آي تربيع -1. بس هيجي. تاخذ الباقي وتكتب الناتج اللي حفظناه. هاي الحالة الأولى الأس موجب. 7 تقسيم 4 دائما هم 1. 1 في 4 4. باقي 3. آي تكعيب -آي. آي تربيع -1. آي تكعيب -آي. آي تربيع -1. آي تكعيب -آي. آي تربيع حقيقي -1. آي تكعيب تخيلي -آي. اثنين في 4 8. باقي 0. آي الباقي أي شيء أسه 0 1. هذا فهم مو حفظ. أي شيء أسه 0 1. وإذا آي أسه 1 يبقى نفسه. بس ذن يطلعون عندكم. يعني نحفظ آي تربيع -1 وآي تكعيب -آي. آي تربيع -1 وآي تكعيب 2 هم سالب. وآي تكعيب -آي. باقي موجبات. الآي أس 0 1 والآي أس 1 آي. بسيطة. زين. اكو شغلة. ماكو مدرسين اثنين بالعراق يشابهون بشرح هذا الموضوع فقط. بس هذا الموضوع آي مرفوع القوة. بس هذا هو ما يجي يعني بالوزاري. يجي خطوة من حل. ماكو اثنين يشابهون. كل المدرسين صحيح. هسه اذا تشوف كل مدرسين العراق كلهم يطلعون نفس الناتج. لان بالوزاري هاي مسودة وهاي مسودة ما تكتبها. تكتب بس الناتج. يعني يجي من ضمن جملة. يعني شلون يجيك مثلا؟ يجيك مثلا 2 آي تربيع زائد 5 اكس. انت تجي الآي تربيع شو تقول؟ آي تربيع هي -1. فتقول 2 في -1 -2. شوف حبيبي يعني كل الحكي مالتنا مسودة. ما يريدون بالوزاري يريدون بس الناتج. تغشه تحفظه ما لهم علاقة. وهسه نجي عليها بالتفصيل شلون يجي. فكل الطرق صحيحة. ممكن عن طريقة يقول لك هاي الطريقة ما موجودة بالوزاري. يكذبون عليك حتى يقول لك بس أنا المدرس الصح باقي المدرسين كلهم غلط. أنا أقول بالعكس. كل المدرسين صحيح بشرط أن يكون نفس الناتج.
الطريقة تختلف. اكو واحد يستخدم مضاعفات، يعني مثلا يقول انا اقصى 4 يبقى 1، انا اقصى 4 يبقى 2، انا اقصى 4. بس بالارقام الكبيرة شلون؟ مثلا 99 ما تقدر تنقصه، لازم تقسمه قسمة مطولة. اوكي، نكمل. وصلنا 9. اي أس 9. 9 تقسيم 4 دائما بها 2. 2 في 4 8. باقي 1. اي أس 1. اي أس 10. 10 تقسيم 4 هم 2. 2 في 4 8. هالمرة باقي 2. ناخذ الباقي والناتج؟ لا، ناخذ الباقي الجوه. اي تربيع سالب 1. اي أس 11. 2. 2 في 4 8. اي تكعيب. اي تكعيب سالب اي تربيع سالب 1. هنا نقطتين حفظوهن. اي 12. بيها 3. 3 في 4 12. باقي 0. باقي له 1 له 2 له 3 له 0. ما عندنا غير باقي، بس ذن البواقي. اي شيء أس 0 1 كفهم. اي شيء أس 0 1 كفهم. الموضوع بهالبساطة. راح نكبر الأرقام ونصعد. بالكتاب عندنا 16 وعندنا 27 وعندنا ال 56 لا ال 58 وعندنا بعد شنو بالله همين فد مرة حتى تتعلمون تدرسون بالملزمة. 16 81 58 كتبت 81 باع. حتى القسمة المطولة مالها البرمجة الفكرية مكتوبة. صبورتي ملزمتي ما بايقها مثل اكو ناس كاتبها ورقة وقلم صار سنين نفسها. حتى القسمة المطولة موجودة. اوكي، انتم هنا بالحالة الأولى باعوا. هاي مرفوع القوة إذا كان القوة موجب. 81 ذني مال الكتاب. بسم الله. 16 أول شيء يلا برمجها. أول شيء هذا السؤال قسمه على 4. 4 في 4 16. 16 ناقص 16 صفر. الجواب مو صفر، الجواب اي تنزل بدل ال 16 يصير صفر. اي شيء أسه صفر 1. 27 تقسيم 4. هنا راح ابدا اغلط نفسي واقول لكم هنا غلط حتى تشوفون الغلط. هسه انا راح اقول بيها 5. 5 في 24 من اطرح باقي 7. اذا شنو هاي القسمه غلط. ما يصير الباقي اكبر من 4 اذا انقسم على 4. اذا اسويها 6. خاف تصير عندكم يعني من يطلع الباقي كبير نكبر منه. صح. 24 باقي 3. اي تكعيب سالب اي. بسيطة. 58 تقسيم 4. اكو طلاب يقدرون ياخذوها مرة كاملة ل 58. انا راح اخذها عدد عدد مثل ما شرحت بالاساسيات. 5 كم 4 1. 1 في 4 4. 5 ناقص 4 1. انزل ل 8 يصير 18. بيها 4. 4 في 4 16 باقي 2. اي تربيع ايش قد؟ سالب 1. واخيرا 81 بها 20 و20 في 4 80 باقي 1. اي شيء أسه 1 ما ينكتب. الواحد يبقى نفس الاساس. الأسه 1 يبقى نفسه. هاي الحالة الأولى.
اي اي أس موجب. اول شيء شو نسوي حبيبي؟ تبرمجه. اول شيء تقسم على 4، اخذ الباقي ليصبح اس اي جديد، يعني الباقي نخليه فوق اي. الناتج من الجدول لازم الباقي اقل من 4. هاي كل الاشياء اللي ممكن يسالوني بيها. شويه نصعد. اريدكم 61، اريدكم تجربون وياي نشاط، يعني توقف الفيديو تحل وبعدين شوف شنو وضعك. الستينات ما شفتوها، سبعينات ما شفتوها، مثلا ثلاثينات ما شفتوها، ناخذهن. قسم على 4، 6 بها 1، 1 في 4 ونطرح 2، نزل الواحد الآحاد. 21 5 في 24، أطرح باقي 1. اي اس 1 اي شيء اس 1 يبقى نفسه بس اي. مثلا سبعينات 77. السبعة كم؟ 4، 1 في 4 4 باقي 3. انزل السبعة. 37 كم 4؟ مثلا هاي صعبة على الطلاب الثلاثينات، كل الصعبة بالقسمة على 4. راح تجرب لحد ما يطلع الباقي صغير. 8 في 4، 8 في 4 32، لا 9 في 4 36، باقي 1. ايش قد ما تتصور انا عندي امكانيات بالمواضيع مال السادس؟ عندي امكانيات. اوكي، عندي امكانيه تقول بس هاي شنو اذا واحد كلش فطحل، يعني الا انه واحد كلش قوي. الآحاد ما يلعب بها. العشرات يعني المرتبة الثانية، إذا زوجي نعتبرها صفر الحل 1، إذا فردي نعتبرها 1، 17 ناقص 16 باقي 1. إذا العشرات زوجي يسويها 0، إذا العشرات فردي يسويها 1، كل الأرقام تصير عندك سهلة. يعني 99 أسويها 19 وأقسمها، 39 أسويها 19، 37 أسويها 17، 57 أسويها 17. العشرات إذا آحاد تصير 1، والعشرات إذا زوجي بعد لا. العشرات إذا زوجي تصير 0، والعشرات إذا فردي تصير 1. معلومة طيارية، لأن إحنا نحتاج بس الناتج تقدرون تحلوه بشكل شفهي، تقدرون تطلعون نواتج بالبرمجة الفكرية بدون قسمة وتتعبون نفسكم. والطالب أيضا مستواه كلش ضعيف يقدر يقول إذا المرتبة الثانية زوجي أسويها 0، يعني الحل 1، وإذا المرتبة الثانية فردي أسويها 1 وأحل. نقدر نقلل ونبسط. ثلاثينات 39، هاي أقدر أحلها 19 يطلع نفس الباقي. 9 في 4 36، باقي 3. هاي أسهل طريقة لمعرفة آي الأس موجب، بس ركزوا وياي. تحذف كل المراتب، يعني السؤال ايش قد كان بيه مراتب؟ آحاد، عشرات، مئات، إلى ما لا نهاية. ذن المراتب كلهم ينحذفون. نستخدم احنا بس مرتبتين، آحاد وعشرات، بس أول 2 من اليمين. يعني مثلا هالمدرسين يقسموا على 4، تم تقسمه على 4 تبدي تحذف هلا تبقي بس 2. 99 بصير سويت 19 لأن 9 فردي. 99 تقسيم 4
9 كم 4 2 2 في 4 8 اطرح 1 نزل 9 4 في 4 16 لان لازم اصغر من 19 اي تكعيب سالب اي تكعيب سالب اي تربيع سالب 1. اذا معلومه طياريه بقي بس اول مرتبتين من جهه اليمين ايدك اليمنى بس الآحاد والعشرات اسمهم. هاي آحاد عشرات مئات الوف عشرات الالوف كلها تنحذف. اذا جتني مراتب هواي ما نستخدم كل المراتب ترك نستخدم بس اول مرتبتين. 21 تقسيم 4 يبقى 1 واي اس 1 اي. معلومة طيارية تقول مليون استخدم بس 0 هو ماكو 0 يعني 0 1 اي شيء اس 0 1 التوضيح. معلومة تقول ملاحظة الموضوع بس مرتبتين بس آحاد وعشرات. الموضوع فقط مرتبتين فقط آحاد وعشرات. الموضوع بس مرتبتين فقط آحاد وعشرات. الموضوع بس مرتبتين يعني تقدر يقول لك المواضيع ما تخلص لا يا فراس كل شيء يخلص خلص الموضوع. مرتبتين اخذنا العشرات آحاد ثلاثينات اربعينات خمسينات ستينات سبعينات ثمانينات تسعينات 99 كلهم اخذناهم اصفاره ايش اس صفر واحد. اذا من كان أسه موجب ناخذ مرتبتين إذا السؤال بيه أكثر من مرتبة ونقسم على 4 ونحط الباقي ونطلع الناتج من اللي حافظيهم. هسه راح نطب وين؟ نطب على ثانيا ماذا لو كان أسه سالب. اي قلب الطلاب هسه انتم خذوا راحه اشتروا شيء لا مو اشتروا شيء اكلوا شيء من الثلاجه تمشوا غسلوا وجهكم. اوكي مع التليفون بين الراحه لا خلي شويه تليفون خلي طبعا على الانستغرام مالتي. شو قلبي الحاله الثانيه اي اسه سالب. البرمجه الفكريه يعني يختلف الحل. اولا تعلم مضاعفات عدد 4 يعني بدل ما نقسم على 4 لا راح نتعلم مضاعفات الأربعة 4 8 12 16 20 24 يعني زيد 4 مسؤوليتك زيد 4 تجمع 4 8 زيد 4 2 ضرب اي أسه سالب ب المضاعف الأكبر منه ناخذ دائما. أمثلة شوف مثلا إجاك اي أس سالب 1 في هذا السؤال شلون تحله؟ تجي نفس هذا السؤال الضربة في اي أس 4 ايش معنى الأربعة أكبر منه؟ نبدي بس المضاعفات يعني ما يصير 2 و3 ما يصير بس المضاعفات مال الأربعة لأن قيمتها 1 وأي شيء نضربه بواحد يبقى نفسه. عند الضرب تجمع الأسس فتصير 4 ناقص 1 ايش قد 3 فهذا اللي نختاره لازم موجب يعني هذا اللي نضيفه لازم موجب هذا يبقى موجب ويساوي اي أس 3 هاي حافظي سالب اي فأسهل أسهل. شلون نتخلص من اي لأسها سالب؟ نضربها باي أسها موجب من مضاعفات العدد 4 مثلا هذا السؤال أضربه 4 ناقص 2 اي تربيع سالب 1 اي أس سالب 3 أضربه فيه اي أس 4 اي أس 1 يبقى اي أس سالب 4 اكو طلاب يقول الأكبر منه 8
صح، الأكبر منه 8. هاي المضاعفات اللي قدامكم. يطلع I أس 4 I أس 4 1. حافظيها. طالب يقول لا أضربه بI أس 4 نفسه لأن هو مضاعف، أضربه بنفس المضاعف ويصير I أس 0 ويصير هم 1. نفس الشيء، اثنينهم صح، اثنينهم صح. بس أنا دائما أقول أخذ الأكبر منه حتى لا تغلطون. أخذ دائما الأكبر منه حتى تصير برمجة فكرية ما تغلطون. يلا حبيبي، يلا قلبي. I سالب 5 أضربه في I أس 6. لا، الستة مو من مضاعفات عدد 4، I أس 8. ايش قد الفرق بيناتهم؟ نطرحهم هو الناتج 3. 5 ناقص 3 هذا لازم موجب للضيفة. السؤال سالب تاخذ أكبر منه موجب حتى يطلع موجب. بهالبساطة كلش. هاي خلاص درسنا اليوم. شنو الفرق بين الموجب والسالب؟ الموجب نقسمه، السالب نضربه بالمضاعف. شوف، عندنا المضاعفات الكبيرة اللي انتم لازم تعرفوها، 20، 40، 60 وال80، حتى تقدرون تزيدون. 30، 50، 10 مو المضاعفات عدد 4، هاي الأعداد الكبيرة. 24، 28، 32 دا زايد 4 36، 44، 48، 52، 56، 64، 68، 72، 76، 84، 88، 92، 96. هاي مضاعفات عدد 4 كلها. أكيد هو البداية السهلات 4 و8 12 16 بس ذني الأساسيات أنا أسميهم. هاي كل مضاعفات. زوجيات 20 40 60 وزائد 4 هاي كل المضاعفات. خلص الموضوع، أي عدد يجيك تقدر تحله. سالب 6 شنو أضربه؟ 8 المضاعف الأكبر منه. نكتب الأساسيات. ذني الأساسيات 4 و8 و12 16. نطرحهم I تربيع سالب 1. I أس سالب 7 نضربه بI أس موجب 8. يعني المضاعف لازم أكبر منه. أولاً لازم أكبر، لازم موجب، لازم أكبر منه وموجب. لازم للضيفة موجب. I 1 I سالب 8 شنو المضاعف الأكبر منه؟ 12. I أس 4 1. دن انتهى. هاي موجب وسالب. سالب 9 نضربها بآي أس 12 يبقى آي 3 سالب آي. آي سالب 47. تيجي تكتب 40 44 48 على الجهة بالوزارة، أسهل من القسمة. شنو المضاعف الأكبر منه؟ من 40 48 في آي 1 آي 48 ناقص 47 1. كل السهل السالب. السالب هذني المضاعفات كتبوهن. ساش نكتبهن هن فهم 20 24 زائد 4 كل السهلات. هاي نجي نقول 87 سالب اضربها في اي اس 88 على مود عند الضرب تجمع الاسس نطرحهم الفرق بيناتهم. هذا لازم موجب ولازم اكبر منها. لازم موجب ولازم اكبر من السؤال. لازم موجب ولازم اكبر. اي 1 ويساوي اي. وبسم الله نقول درسنا الحالة الأولى من كان أسه موجب وهالبرمجة الفكرية حليناهن كلهن. درسنا المراتب الكبيرة ناخذ بس مرتبتين. يقول يمكن حذف مراتب المئات والألوف وعشرات الألوف، أخذ الآحاد والعشرات فقط. أول رقمين من جهة اليمين باعت جمال مال ملزمة. لا تقول لي ما أدرس بملزمة، تخبلني.
يضيع وقتك وتتشتت وما تقدر تدرس ليالي الامتحان، ليالي الامتحان بس حل الملزمة. يعني هسه أنت راح تكتب عليها وتترك بصمة وتاريخ وهاي المحاضرة الأولى وهاي المحاضرة الثانية، يبقى الشيء اللي ما فهمته أشر عليه ترجع للمحاضرات، محاضرات ما أقبل تظلون ترجعون عليهم، تضييع وقت. هاي خلاص تعلمناه وخلاص. الحالة الثانية درسنا اي والسالب، إذا كانت قوة سالبة تعلم مضاعفات عدد 4 ضرب اي والسالب بالمضاعف الأقرب لها. هاي 7 نضربها ب8 يصير 1، 15 نضربها ب16، 9 نضربها ب12، كلهم حليتهم. خلي اشرح لكم مثلا بمعامل، مرة موجب مرة سالب. اوكي، الحالة الثالثة ما اخذها اليوم، تصير هوسة عليكم هواي. الحالة الثالثة اللي هو اس ان، ونختم، والدرس الجاي نختمها قليلا نتعلمها بالتفصيل بعدين نطب. شوف قلبي شو يقول؟ يقول اذا اكو رقم ويا الاي ما يأثر ولا كأنه ما موجود. شنو هاي؟ ما يكتب، قصيت السبورة، خبلت السبورة. 15 هذا السؤال. تجي انت اكيد راح تضرب المضاعف الاكبر من 15 16. زين استاذ والاثنين شنو قصتها؟ ولا كانها ما موجوده. في نقطه اي اس موجب 16، لازم موجب واكبر منه، لازم موجب واكبر منه. اثنين تنزل ولا كانها ما موجوده، تنزل الرقم ينزل، المعامل مال اي ينزل، اي اس 1 يعني اي، خلص الحل. بسيطه. هسه اسوي لكم بعد. اوكي، شوف مثلا هذا السؤال، مثلا ثانيا نقول 3 اي والسالب 20، لا 23 22. شنو المضاعف الأكبر من 22؟ نجي على عشرينات عشان أفكر، زيدها 4 زيدها 4، بهالبساطة. أربعة وعشرين الأكبر منها، لازم موجب وأكبر منها، لازم موجب وأكبر منها. 3 تنزل، 24 ناقص 22 آي تربيع. بس ركز، هاي حشرة ما تخليها تكتب السبورة. يعني المهم اي تربيع ايش قد؟ سالب 1. الطلاب شو يسوون المساكين؟ والله خطيه. ويك 0، ضرب بيناتهم يا تاج راسي يا عيوني يا حبيبي، ضرب دوت. 3 لا تربيع ايش قد؟ سالب 1، دائما ضرب سالب 3. هاي ما ادري ليش صعبه، ولهذا ولا مدرس يشرحها لين صعبه، انا اشرح لك اياها. ليش؟ لان يعني هي تجي بالوزاره وتجي بالمدرسه، والله العظيم هي هاي المشكله، الصعب هو اللي يجي. استاذ مو صعبه، بس مجرد الناتج مال اي نضربه بالرقم. بس 3 في سالب 1 سالب 3، موجب في السالب سالب، والله العظيم. زين ليش هنا ما ضربتها؟ عمي خل اضربها، يلا. خاف تقولون 2 في اي 2 اي، يلا نفسها. زين 3 صعبها استاذ، سالب 5 اي، هلا المره بقي 3 يعني اخذ 19 في اي الاكبر، لا يبقى 1 من 19. ساعدوني، اريد ابقي 3 واخذ 13، اضربها ب 16 الاكبر منها، سالب 5 في اي أس 3 بين قوسين. سالب 5 تنزل نضربها بالناتج، سالب اي، سالب في السالب موجب 5 اي. الله الحكمة.
الملخص مال درس اليوم تمس اشوفكم الواجب. اذا اي اسه موجب اذا اي اسه سالب الاسه موجب قسمه مطوله والاسه سالب بالمضاعفات. الاي اس 25 تقسيم 4 6 في 4 24 باقي 1 يساوي اي اس 1 يساوي اي 25 في الأكبر منها 28 لازم موجب وأكبر منها 3 فرق بيناتهم سالب اي. بقى الناتج يختلف حبيبي بين الموجب والسالب. إذن الحكمة شنو؟ الأسة موجب نشتغل قسمة مطولة على 4 الأسة سالب نضربه بمضاعفات العدد 4 عاشوا وعيشة سعيدة. هذا كل ما موجود بآي بكل بساطة بكل سلاسة بكل سهولة. زين واجبكم يا عيوني واجبكم يا قلبي هاي الأصلية. اوكي درسنا اليوم الحالة الأولى والثانية. هاي الحالة الثانية أسهم سالب وهاي الحالة الأولى الأسهم موجب. الواجبات بسم الله. الواجبات عندكم هذني أسة 17 يطلع هاي بس أنت لازم تحله بالملزمة نفسها. أوكي حبيبي الأسة 17 ولا 18 ولا 23 34 77 85 ذول الموجب. السوالب أنت لهنا تنتهي سالب 3 اي اس 222 ترى هذا أسة موجب نحذف الاثنين تبقى 22 ونحلها قسمة مطولة يبقى 2 اي تربيع سالب 1 في سالب 3 موجب 3 كلاوات. هذا 23 هذا 123 ناخذ بس ال 23 قلنا ال 100 ما ناخذها هذا موجب بالقسمة. هذا نضربه بالمضاعفات هذا نضربه بالمضاعف الأكبر منه مو ال 80 ال 84 أكبر منه هذا نضربه بالمضاعفات ناخذ هذا الأسة موجب وأسة سالب. البي ان هذني الأربعة تركوهن ذني ما وصلناهم يعني لحد 7 واجبكم. اوكي الدرس الجاي ناخذ الأسة سالب وأعلمكم شلون نحل هذا الجدول كأساسيات. هذا كل ما موجود بدرسنا اليوم يعني لحد نقطة 7 منا عندنا 7 ومن هنا عندنا من 7 إلى 12 الموجبات. ما أدري أقص لكم إياها شو ما تصغر هاي أصغر شيء هاي أصغر شيء. اوكي لهنا يلا ما يخالف لهنا خلي يكون واجبكم خلي أقصه. هاي وحدة واقعة لكم وهاي الأجوبة للتأكيد وين ندزها منها. اوكي قلبي زين سيتمنوا لو شويه اكبر بعد حتى الثاني يقسمون. هسه والله يقول اوف لو شويه بعد كان انا اقل سهلات بالعكس تونسون بيهن. اما اقص لكم الملزمه الاصليه تدرسون بيها بين ما تشترون بدايه شويه بدايه السنه. اي نساعدكم بالنقدر عليه. درسنا هاي الصفحه عشان دلال ودرسنا الحالة الثانية. الحالة الثالثة ما درستها هاي كلها نحلها. الحالة الثالثة عوفوها الدرس الجاي أحل لكم إياها إن شاء الله. درسنا هاي الورقة ونص. بالأخير أقول لكم أشوفكم بخير وأتمنى لكم الموفقية في أمان الله.